هي دقيقة صمت حدادا على أرواح ضحايا الهجمات الإرهابية الأخيرة التي اجتاحت هدوء العاصمة الفرنسية باريس وزرعت الرعب في عموم البلاد. ووسط حداد يخيم على فرنسا والدول الأوروبية، تتواصل التحقيقات لكشف كل المتورطين والمتواطئين وملابسات اختراق أمن هذه العاصمة الهادئة. ومع تواصل التحقيقات، يواصل تنظيم داعش الإرهابي تهديده ووعيده، متحديا أعلى حالات التأهب الأمني المعلنة. فقد نشر التنظيم على موقع تويتر تسجيلا جديدا حول هجمات باريس الإرهابية تحت عنوان غزوة فرنسا دولة الخلافة قول وعمل، في إشارة إلى تنفيذه لتهديدات كان أطلقها لردع الحكومة الفرنسية عن المشاركة في التحالف الدولي لضربه في سوريا والعراق، متوعدا بأن يكون القادم أدهى وأمر. على الجبهة الفرنسية، أكد رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالز علم السلطات المسبق بوجود هجمات تدبر، وأن هناك هجمات أخرى لا تزال تدبر في مجمل أوروبا، كاشفا أن أجهزة المخابرات منعت وقوع هجمات عدة منذ فصل الصيف. وأعلن فالز أن الشرطة الفرنسية داهمت منازل أشخاص يشتبه بأنهم متشددون في مناطق متفرقة من البلاد، مستفيدة من حالة الطوارئ. وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف أعلن إلقاء القبض على 23 شخصا ومصادرة أسلحة بينها قاذفات وصواريخ خلال حملة مداهمات ليلة الأحد الاثنين في إطار التحقيقات، مضيفا أنه تم فرض الإقامة الجبرية على 104 أشخاص. التحقيقات تدور حول المواطن البلجيكي الموجود في سوريا عبد الحميد أبا عود، والذي كشف مصدر قريب من التحقيق الفرنسي في هجمات باريس عن الاعتقاد بأنه العقل المدبر وراء هجمات عدة مزمعة في أوروبا، وأنه هو الشخص الذي توصل المحققون إلى أنه على الأرجح المسؤول عن ليلة الرعب الباريسية.